كريستيانو رونالدو مرض في القلب. يعتبر رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إلا أن حياته خارج المستديرة لم تكن سهلة، فقد تعرض لمواقف كثيرة تأثر بها، وكان له الأثر البالغ تجاه الآخرين. إليكم بعض المواقف في حياته التي هي محط أنظار العالم. السيارات الفارهة. في عام 2021 انتهى عقد رونالدو مع يوفنتوس الإيطالي، وقرر العودة إلى مانشستر يونايتد، ووقع العقد معهم وقبض مبلغ العقد. أول ما قام به شراء سيارة لامبورغيني بقيمة 600 ألف يورو، ومن المعروف ولع لاعبو كرة القدم بالسيارات. إلا أن ما لم يكن يعرف رونالدو أن هذه السيارات الفارهة ستمنعه من لعب المباريات. ففي هذه الفترة استلم المدرب الألماني رالف رانجينغ مهمة تدريب اليونايتد، ومعروف عنه الصرامة والشدة بقراراته. انتبه المدرب إلى غياب رونالدو عن بعض الحصص التدريبية لليونايتد. دقق المدرب في سبب الغياب، واكتشف أن السبب هو ولع رونالدو وزملائه في الفريق بالشهرة والسيارات. وفي هذه الفترة تعرض اليونايتد لعدة خسارات في الدوري الإنجليزي. هنا أصدر المدرب رالف قرار صارم، وهو منع أي لاعب من قيادة السيارات الفارهة، ومن يخالف القرار يتم منعه من لعب أي مباراة. ورغم ما سبق معروف عن رونالدو التزامه ومثابرته وانتظامه والمحافظة على مستواه. التهرب الضريبي. في عام 2017 كان رونالدو في مرحلة الإعداد والتمرين لنهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد. نشرت الحكومة الإسبانية ما يفيد اتهام رونالدو بالتهرب الضريبي، وهكذا أخبار تنتشر بسرعة، خاصة وأن محور الموضوع لاعب كبير مثل رونالدو، حيث تبين أنه كان يحول ملايين الدولارات إلى حسابات خارجية، وذلك بين عامي 2010 حتى 2014. أثبتت الحكومة التهمة عليه، وكانت صارمة معه رغم محاولة المحامين إثبات عدم دراية رونالدو بالأمر، وأنه حسن النية، واضطر إلى دفع مبلغ 21 مليون يورو، وإلا كان سيدخل السجن. خسارة كوكاكولا. كلمة من رونالدو كلفت شركة كوكاكولا مليارات. في يورو 2020 وبعد مباراة البرتغال وهنغاريا، كان رونالدو في المؤتمر الصحفي. عند جلوسه على المنصة طلب الماء بلغته وقال: وأزال من إمامه زجاجتي كوكاكولا، وهذا يعني أن شرب الماء أفضل ومفيد أكثر من الكولا. هذا التصرف تسبب بكارثة كبيرة للشركة، حيث أن سعر سهم كوكاكولا قبل المؤتمر الصحفي كان 56 دولار. بعد المؤتمر انخفض سعر السهم بدقائق إلى 55 دولار، وهذا الدولار الواحد يعني أن الشركة خسرت ما يعادل 2.8 مليار دولار من قيمتها السوقية. مرض في القلب. وبالعودة إلى عام 2000 عندما كان عمر رونالدو 15 عاماً، حدث أمر كاد أن يكلفه حياته. كان في منزل عائلته، ودخلت والدته غرفته للإطمئنان عليه، ولاحظت أنه بحالة غير طبيعية. كان قلبه يدق بسرعة ولا يستطيع التنفس، وأخذته إلى المستشفى. أخبرهم الطبيب بضرورة إجراء الأشعة وتصوير القلب. تبين أنه بحاجة لإجراء عملية جراحية في القلب، وإلا لن يتمكن من لعب كرة القدم مدى الحياة. تم إجراء العملية بنجاح، وعادت تدريباته وتحسن مستواه نظراً لعودة قلبه للعمل بشكل صحيح.